بقى نتكلم على طريقة اللعب ونشوف هنا منتخب مصر اتلعب ازاي واي طريقة والية التنفيذ، وهل منتخب مصر فعلا لعب بطريقة واحدة ولا لعب بطريقة واثنين وثلاثة وكل مرحلة لعب ليها طريقة مختلفة. خليني اقول لك كده على الورق، كابتن حسام حسن بدأ المباراة بطريقة 5-3-2، ولكن الطريقة دي ما كانتش ثابتة خلال المباراة، بالعكس كانت بتتغير بناء طبعا على طريقة اللعب وعلى بناء اللعب، وهل احنا بنهاجم ولا بندافع. فعلا منتخب مصر النهارده في حاله الدفاع كان بيلعب بطريقه 5-3-2، بيلعب هنا بليبرو حسام عبد المجيد وجنبه طبعا محمد اسماعيل وخالد صبحي واحمد عيد واحمد فتوح، وبينزل هنا مهند لاشين وقدامه محمود صابر، ويلعب هنا ابراهيم عادل قدامهم شويه، ويبدا هنا البلوك ونعمل لو بلوك كده ونحاول نقفل كده على مفتاح لعب انجولا. ولكن في مرحله بناء اللعب الطريقه كانت بتختلف ل 3-5-2، ويبدا حسام عبد المجيد يعمل مرحله التحضير مع محمد اسماعيل اللي الكره في رجله حلوه بيقدر يلعب على الارض، ومعاه خالد صبحي، وخالد صبحي طبعا كان بينزل هنا ناحيه احمد فتوح يغطي وراه، ومحمد اسماعيل طبعا يترحل ناحيه اليمين شويه عشان يغطي وراه احمد عيد. ولكن في مرحله الهجوم ودي كانت التركايه، لا الطريقه كانت بتختلف خالص لطريقه 4-4-2. محمد اسماعيل كان بيتحول ناحيه اليمين، وحسام عبد المجيد الليبرو بيطلع مساك جنب خالد صبحي، ويرجع طبعا احمد فتوح، وقدامه كده موجود ابراهيم عادل، واحمد عيد بيتحول لجناح بوجود طبعا هنا مهند لاشين اللي كان صددها في نص الملعب، وجنبه محمود صابر، واثنين في الامام مصطفى محمد طبعا وصلاح محسن. النهارده المنتخب طبعا لعب بكذا طريقه كانت تتغير طبعا بناء على ان اللعب ماشي ازاي، او التحولات كانت تتعمل ازاي، او ان احنا مضغوطين ولا هنهاجم ولا هنضغط من نص الملعب هنعمل ميديم بلوك، وده اللي حصل طبعا مع مهند لاشين ومحمود صابر. ولكن فعلا اللي كان عامل بلوك في نص الملعب هو مهند لاشين، ولكن محمود صابر الراجل كانت خطورته كلها كانت بتظهر لو هو موجود بعد نص الملعب، عشان كده محمود صابر النهارده ما قدرش يعمل مرحله الضغط، ما قدرش يعمل هنا مرحله نقل الكره من نص ملعبنا لنص ملعب الخصم. عشان كده كابتن حسام حسن ادرك النقطه دي، وعلى طول راح منزل زيزو اللي قدر يسحب الفريق من نص ملعبنا، وقدر هنا يحرك اللعب، وقدر ينزل هنا يستلم ويرمي الكره يمين وشمال، وعملنا كذا كره خطره طبعا بعد نزول زيزو ومصطفى فتحي طبعا من ناحيه اليمين. خليني بقى ارجع معاك كده للدفاع ومحمد اسماعيل. محمد اسماعيل النهارده كان موجود طبعا وراه حسام عبد المجيد وجنبه خالد صبحي، والنهارده محمد اسماعيل كان بيترحل ناحيه اليمين عشان يقفل طبعا مع احمد عيد، ولكن محمد اسماعيل النهارده يعني ما كانش موفق خالص. شيكو بنزا النهارده عمل عليه مباراه، ولكن ده طبيعي ان محمد اسماعيل دي اول مباراه دوليه ليه، اول مباراه رسميه، وارد اللاعب يكون متوتر شويه، ولكن اللاعب نفسه كويس، اللاعب صلب دفاعيا، اللاعب ممكن تاخد منه كوره، وانا شايف ان ده احسن لاعب بيقدر يلعب كوره على الارض، ولكن النهارده ما كانش موفق. خروجه في الشوط الثاني ده طبعا لا يقلل من محمد اسماعيل، ولكن النهارده هو عامل مباراه كويسه الشوط الاول، ولكن طبعا الشوط الثاني كان الافضل ان هو يتسحب، لان شيكو بنزا طبعا كان عامل عليه مباراه، ونزل ياسر ابراهيم اللي قدر يقفل هنا ناحيه احمد عيد، وقدر يقفل على شيكو بنزا لحد ما اتغير. تعالى بقى كده ناحيه الشمال، وخالد صبحي اللي كان بيقفل ناحيه احمد فتوح، وخلينا اقف كده معاك على احمد فتوح. احمد فتوح ده المفروض كل يوم صبح يصحى كده يصلي ركعتين ويبوس طبعا على دماغ حسام حسن، لان تقريبا اللي رجع